وداع الدبابة وبداية الحرب مبكرا على عمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. لسه الإعلان الرسمي لم يتم ويدوب الكل بدأ يتكلم إن عموتة هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي، وزي ما قلنا في الشرطة أول امبارح إن الحرب هتبدأ مبكرة على عموتة. الاهلاويه رغم ان هم كان في سنه اعتراض والميل لمدرب اجنبي او اوروبي عموما، لكن الاداره ما دام بنسبه كبيره قررت لعموته انه المدير الفني القادم للنادي الاهلي، الكل وقف في ظهر القرار اللي لسه لم يظهر حتى الان. لكن قلنا خلي بالك يا عموته ان عندنا اعلام دايما مسخر للحرب على المدير الفني للنادي الاهلي. لسه الاعلان لم يظهر رسميا والحرب بدأت على عمود. اللي يطلع يقول لك اصل واخد 250 الف دولار هو والجهاز المعاون بتاعه. الكلام اللي طالع من صحفيين قريبين من النادي الاهلي ومن داخل النادي الاهلي هو والجهاز بتاعه 160 الف دولار. الحق، اصله ده كشري وما بيعرفش ياخد ويدي مع اللعيبه وما بيقربش، ولما اللعيب يجي يحتفل معاه بيزقه. شغل تسخين وضرب تحت الحزام عشان يمهد للعيبه ان المدرب اللي جاي لك بتاع مشاكل وما بيحبش قلبة الوش، وقلبة الوش معاه ما فيهاش معلش. الحرب يقول لك اصله لما بيجيب جون ما بيفرحش. طب وهو يعني ايه المشكله لما انا اجيب جون وما افرحش؟ يعني هو المديرين الفنيين لما بيجيبوا اجوان مثلا بيتنوا يرقصوا مثلا، حد بيطبل لهم وهم يرقصوا مثلا؟ الفرحه ما بتبانش غير بعد البطوله. احنا الاهلي ما نعرفش غير البطوله، ما نعرفش الا البطوله. النهارده كان وداع الدبابه، وداع الدبابه اليو ديانج النهارده حضر لنادي الاهلي وخد الصوره التذكاريه والوداع، وشكر النادي الاهلي وشكر جمهوره وشكر مصر على الفتره اللي قضاها داخل النادي الاهلي. بالمناسبه في يوم وداع الدبابه كان اول ظهور للدبابه الثانيه، ظهور للدبابه وائل جمعه. العو جه، العو حضر. وائل جمعه بدأ يمارس مهامه داخل النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ تواجد مع وائل جمعه وتواجد مع اليو ديانج للوداع. بالتوفيق لاليو ديانج. الحاجات دي واللقطات دي ما بتشوفهاش غير في الاهلي. ناس تانية في السوشيال ميديا دخلت تعلق ان تقول ده ايه النادي اللي اللعيب سابه وماشي وبيكرموه ده. ما هو اللعيب ناس دي الجمهور ده ما يعرفش غير حاجتين: انه ينصب على مدربين وينصب على لعيبه، وان يشتم ويضحك ويكرشهم بره النادي، وبعد كده يبقى يديني ويديك طول العمر مع ايقاف القيد. ايقاف القيد رقم 17 لنادي الزمالك النهارده بعد ما اعلنوا انه تم فك قيد قضيه جديده، والفيفا قال لهم والله ما ترجع ابدا. خدوا بتاع عمر فرج النهارده 1,900,000 دولار. ياه. طبعا القضيه اللي زي دي الزمالك مش بيحمل لها هم. ليه؟ لانه عايز وعارف يخلص القضايا اللي فيها ايقاف قيد اللي هم ال 14 اللي قبل شهر مارس. غير كده خلوها للسنه الجايه ان شاء الله مع ايقافات القيد الجديده. بالتوفيق لعموته. وزي ما قلت لك خلي بالك عندنا اعلام بيعمل من الحبه قبه وهيقف لك على الواحده. لكن الرساله للكابتن سيد عبد الحفيظ بنكررها تاني: لازم تعديل السوشيال والاعلام الاهلاوي للصد والرد بالمثل زي ما بيحصل مع النادي الاهلي. عموته ان شاء الله موفق في الاداره الفنيه للنادي الاهلي. اما صفقات الاهلي الكلام كتير ومفيش حاجه خلصت حتى الان. في نهايه حلقتنا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم. تحياتي، سلام عليكم.